بخير. مرحبا بكم في ماشين يوتيوب ماي جلام تيوبر. دونك البنات اليوم ان شاء الله غنوجدوا واحد الكوماج اللي هو زوين بزاف. كيف ما كنعرفوا المقشر نتاع الجسم ضروري في كل مرتين في الاسبوع او لا مره، بدل اننا ما نديرو كل مره حمام مغربي. واحد الكيس اللي غيكون بجهد على البشره ديالنا. كاين الناس اللي عندهم بشره اللي هي حساسه اللي ما كتستحملش داك الكيس، اولا كنديرو داك الحمام المغربي مره في الشهر اولا مره في شهرين، يعني ما يليقش كل اسبوع اولا مرتين في الاسبوع. بالنسبه للناس اللي كيعانيو من جلد الإوزة وداك الجلد الميت اللي كيكون بحال واحد القشور اللي على البشره ديالنا اللي كيكون المظهر ديالها ما زوينش. ولا عندي معتمد هاد المقشر هذا، اذا كنت غنصاوبو وقلت علاش لا ما نبارطاجيهش معكم. دونك بلا ما نطول عليكم ندوزو الطريقه ديال التحضير. دونك البنات كناخذوا واحد البول اولا واحد من الاحسن يكون زاج واللي تعقموه بلا الكول. كيف ما كتشوفوا انا غنعقمو بلا الكول دابا. ضروري البنات في هذا السكراب هذا نعقموا البول ديالنا اللي نكونوا نخدموا فيه اولا اللي غنحتفظوا به، ونعقموا السباتول اولا شيء من الاحسن يكون عود، ما يكونش معلقه ديال المعدن يعني. دونك غنبداو بالمكون الرئيسي واللي زوين بزاف اللي هو السكر. غناخذ واحد الكميه اللي غتقدنا كل واحد وعلى حساب الكميه اللي غتقدو لواحد المده. كيف ما كتشوفوا انا خديت السكر اللي هو خشن اولا حبيبات ديالو اللي هي مويه. دونك عمرت به هاد البول هذا اللي غيكفيني انا المده ديال شهر. غندوز المكون الثاني اللي هي الملحه. كيف ما كتشوفوا الملحه اللي غناخذ منها واحد الكميه اللي معلقه كبيره فقط، ما غنكثرش منها. اي ملحه عندكم تقدروا تستعملوها. المكون الثالث اللي هو العكر الفاسي. كيف ما كنعرفوا العكر الفاسي انا واخده غير هذا، كيكون داير شي 5 دراهم ولا غير باش يعطيني اللون وصافي. السكراب ديالي باش كيبان هكا كتشهي انك ديريها على الجسم ديالك وصافي. اللي عندها العكر الفاسي اللي هو حر تاخذ منه واحد المعلقه صغيره اولا راس معلقه. كنعرفوا الفوائد ديال العكر الفاسي. وبالنسبه اللي عندها غير هذا بغات لون اولا بغات لون المقشر ديالها دير هذا العكر الفاسي اللي وريتكم تلقاوه عند العطار، اولا ملونات اللي هي غذائيه اللي كتكون في الزراق كتكون في الاحمر كتكون يعني باش كتعطي واحد المقشر اللي ما تعكزيش انك اون فوا كتشوفيه داك اللون كياتيريك في الدوش ديالك كديريه. دونك صافي بعد ما درنا النواشف كما نقولوا غنخلطوهم نكون اللي هو باش نجمعوا هاد السكراب هذا اللي هو واحد الجيل دوش فاش ما ارتاحيتي. كيف ما كاين نوعو كيف ما مهم يكون جيل دوش مزيان. كيف ما كنشوفوا ما نحاولوش نكثروا حتى نخلطوا نبقاو نزيدوا دقه حيت مازال غنزيدوا مكونات اخرى. نخلطوا هادشي كيف ما كتشوفوا داكشي على حساب كل واحد وكيفاش كيبغي السكراب ديالو. البنات الا كنتو كثرتوا الجيل دوش من الاحسن زيدوا شويه ديال السكر، المهم على حساب القوام اللي نتوما باغين. دونك كيف ما كتشوفوا انا هكا مزيان. راه مازال غنزيد مكونات اخرى. المكون الاخر اللي كيعطي واحد الترطيب اللي هو زوين بزاف وما كيخليش لابو انها كتبان مدهنه من مورا الدوش. كنعرفوا انه خص يكون واحد السكراب اللي زوين ويخلي واحد الرطوبه في البشره، ما تخليش ديك البشره تكون ميدمه ولا تكون معلكه. دونك انا كندير هذا زيت جونسون. كيف ما كتشوفوا كيعطي واحد الترطيب زوين. اللي ما عندهاش زيت جونسون ما متوفرش ليها دير زيت اللوز الحلو. دير غير واحد المعلقه. الا كنتي دايره كميه صغيره ديري معلقه صغيره، كنتي دايره كميه كبيره دير معلقه كبيره. دونك اولا زيت جوز الهند. دونك هادو الزويت اللي هما مرطبه وتفاداو زيت العود زيت الزيتون لانه كتخلي البشره اللي هي ميدمه ومع المده كتكحل لابو.
دونك انا درت واحد المقدار ديال معلقه صغيره. دونك اللي لابو ديالها ناشفه بامكانها انها تخلط ما بين زيت اللوز او زيت جونسون. دير غير زيت واحد، هي تكثر الكميه ديالها، ومن داكشي على حسب الكميه انت غتكوني داير. دونك انا غنزيد واحد المعلقه صغيره ديال زيت اللوز الحلو. كنعرفوا الفوائد الكثيره اللي في زيت اللوز الحلو اللي هي زوينه بزاف. دونك كنخلطوا هادشي. البنات نصيحه مني انكم ما ديروش الزيوت الاولى على السكر لانه غيذوب لكم. الاول نديرو جيل دوش ديالنا، نخلطوا عاد من بعد نبقاو نزيدوا الزيوت اللي غنديرو. دونك البنات اللي بغات تكتفي بهذا القدر هذا اوكي. اللي بغات تزيد واحد التوش اللي غتبقى عندها واحد الريحه مورا لا دوش ديالها من مورا الحمام، واحد الريحه اللي تكون زوينه بزاف، من الاحسن نمشيو عند شي واحد كيبيع البارفان اولا الروايح يعطينا زيت اللي هي كونسونطري، اي ريحه نتوما كتعجبكم. انا دونك غادي ندير هذه ديال ايف روشي الكسير بير. ناخذ معلقه صغيره حيتاش هو كتكون زيت اللي هي مجهده بزاف، تكون فيها ريحه مجهده. ما درت الزيت ديالي اللي غادي يعطيني واحد البارفان رائع صراحه. هذا الكوماج هذا ما نعاودش لكم على واحد الرويحه كتطلع منه، وفاش كتابليكيه على لابو ديالك كتخلي واحد الرويحه خطيره. وانت مازال عاد ما درتيش الكريم مرطب ديالك وما درتيش البارفان ديالك، فريمون كتطلع رويحه واعره. دونك البنات هذا المقشر هذا راه كديروه غير على الجسم فقط، ما كنديروهش على المناطق الحساسه. نقدروا نديروه للابط ديالنا لكن والجسم ديالنا كامل، نتفاداو غير الوجه والمنطقه الحساسه. انا غنزيد واحد شويه ديال السكر باش يبقى عندي السكراب ديالي شويه تماسك. دونك انا زدت هاد الكميه هذه غنخلط مزيان المكونات. دونك وغيكون سكراب ديالي واجد اللي نديرو على البشره اللي هي من بعد ما كنديرو نظفوها بالجيل دوش وعاد نابليكو سكراب ديالنا. دونك البنات كيف ما كتشوفوا دابا المقشر ديالي وجد كيف ما كتشوفوا لوين واحد الريحه ما نقولش لكم، ريحه اللي هي واعره. دونك طريقه الاحتفاظ ديالو نحتفظوا به غير في لادوش ديالنا فقط، غير هو نسدوه مزيان وصافي وبصحه والراحه. البنات غنجربوه دابا معاكم. شوفوا انا خديت واحد شويه. دونك كنديروا واحد السكراب اللي هو بحال هكا دائري، وما نحاولوش اننا نضغطوا بزاف على البشره باش ما نجرحوهاش. وكما كتشوفوا كيعطيك واحد الشعور اللي هو زوين بزاف. اروع سكراب جربته صراحه. ما كتشوفوا انا غسلت يدي كيعطي واحد الملمس اللي هو رطب بزاف كتحسي بلابو ديالك رطبه. اما الريحه ما نعاودش لكم، واحد الريحه واعره خطيره. غير جربوه البنات غيعجبكم بزاف. دونك بصحه والراحه. دونك ما عندي غير نقول لكم تهلاو في راسكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.